فوزت المجموعة هي هدف مباراة اليوم بين الأهلي وإنبي في مباراة من العيار الثقيل بين الفريقين. وتحمل المباراة بين الفريقين تناقضا واضحا في النتائج، فالفريقان تقابلا مع فريق حرس الحدود، ولكن اختلفت النتيجة تماما مع كل طرف. ففي فريق الأهلي خسر بالثلاثة في مباراة اختفى فيها الفريق الأحمر ومني فيها بخسارة لا تتكرر كثيرا في مباريات الأهلي. أما نفس الفريق العسكري الذي فاز على الأهلي وتألق عاد فخسر برباعية، وكأنه لم يكن نفس الفريق الذي فاز بالأمس على حامل اللقب. الأهلي وإنبي يحملان نفس الرصيد من النقاط وهو 9 نقاط، ويحاولان اللحاق بفريق الحرس الذي يسبقهم ب3 نقاط كاملة. فهل يستطيع الأهلي تعويض ثلاثية الهزيمة أم سيواكب إنبي رباعية الفوز؟ كابتن أسامة عرابي، في مباراة الأهلي